أنا ممكن أشعر بالإنجاز عشان عملت حاجة كويسة في شغلي، بس خلينا نتفق إن شعور الكفاية ملوش علاقة خالص باللي أنا بعمله. فأول خطوة إن أنا أفصل الاتنين عن بعض جوه عقلي. شعور إن أنا مش كفاية أو not enough بيحصل لأسباب كتير، أشهرهم 3. أول حاجة إن أنا اتعودت أتقدر لما أعمل حاجة، اتعودت كل ما أعمل حاجة كويسة أتقدر، غير كده أنا ما بتقدرش لكوني أنا، فاتربط في عقلي أو كفايتي بقت كونديشنال أو مشروطة. السبب التاني إن أنا أكون عشت جوه علاقة ارتباط عاطفي أو جواز طويلة أساسها تكسير وهدم وانتقاد وتسفيه من كل التصرفات والآراء. أنا عشان أكون واضحة مش بتكلم على خناقة أو 2، بتكلم إن دي تكون طبيعة العلاقة. فالإنسان بيعيش جوه العلاقة دي أو يخرج منها مقتنع تماما إنه مش كفاية سواء ست أو راجل. الحاجة الثالثة وربنا يعيننا عليها جميعا الأيام دي من التحديات الكبيرة هي السوشيال ميديا، إن البني آدم يبدأ يبقى ضحية الإنجازات والبرفكشن اللي في السوشيال ميديا، فيبدأ يحس إنه حياته العادية الهادية وإمكانياته اللي مكفياه وخلقة ربنا اللي أكرمه بيها مش كفاية، فنبدأ إحنا اللي نقسى على نفسنا ونعملها إنها مش كفاية. ربنا خلقنا بالفطرة والأصل كفاية قبل ما نعمل أي حاجة، فلما هنصدق ده رجوعا للسؤال ساعتها هنعمل كل حاجة صح ويبدأ يبقى اختياراتنا صحية، بس أبدا مش العكس.